السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا على قناه شهيوات نعيمه المعشيه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقه تحضير الصابلي بالكاوكاو والشكلاط اللي تتحضر بطريقه سهله بزاف وتيجي المنظر ديالو رائع بزاف والمذاق لذيذ ما تشبعوش منه. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. باش نحضروا الصابلي ديالنا عندنا 200 غرام من دقيق مغربل، 125 غرام من زبده مارغرين، وعندنا بيضه وحده، و50 غرام من الكاوكاو محمر. وبقاو معنا باش نشوفوا طريقه التحضير. غنعملوا رشه من الملح في اناء، وغنضيفوا الكاوكاو من بعد ما طحناه، وغنضيفوا الزبده وغنخدموا الكل. من بعد ما خدمنا الزبده مع كاوكاو دابا غنضيفوا البيض، ودابا غنضيفوا الدقيق. ها هو العجين ديالنا من بعد ما جمعناه تيجينا على هذا القوام. ودابا غنعملوه في كيس بلاستيكي ونخليوه يرتاح، ونتلاقاو من بعد باش نشكلوه. من بعد ما ارتاح لينا العجين دابا غنشكلوه. غناخذوا كيس بلاستيكي وغنفرشوه وغنسرحوا فوق منه العجين. تنعملوا العجين بين جوج بلاستيكات وتنسرحوه بالدلاك على هذا الشكل. ها هو العجين ديالنا من بعد ما سرحناه وتنسرحوه يكون رقيق بزاف. ودابا غنشكلوه. غنقطعوا العجين ديالنا باطار دائري على هذا الشكل وما يكونش مسنن. ها هو العجين ديالنا من بعد ما قطعناه كيف ما تشوفوا تيخص يجي رقيق بزاف بحال الورقه. وتنزلوا الصابلي ديالنا في صفيحه الفرن مغلفه بالبابي سولفيريزي. من بعد ما قطعنا الصابلي ديالنا العجين اللي تيبقى لينا تنجمعوه بهذه الطريقه، ما تنعجنوش باش ما يقصحش لينا. ومن بعد ما نجمعوه تنضيفوا عليه العجين من جديد ونسرحوه. ها هو الصابلي ديالنا من بعد ما شكلناه نزلناه في صفيحه الفرن. وبالنسبه لصفيحه الفرن الا ما بغيناش نفرشوها بالبابي سولفيريزي بلاش، ولا بغينا نفرشوها اختياري. ودابا غنتقبوا الصابلي ديالنا. وغندخلوا الصابلي ديالنا الفرن ديال الغاز يطيب على نار مهيله. يمكن لنا نطيبوه حتى في الفرن الكهربائي، وكل واحد تعرف القياس ديال الفرن ديالو. ونتلاقاو من بعد في مرحله التزيين. ها هو الصابلي ديالنا من بعد ما طاب تيجينا رقيق على هذا الشكل. ودابا غنعملوه في الشكلاط. تناخذوا 3 ديال الدوائر ولا 4 على حسب الرغبه، وتنعملوهم بالمقلوب. الوجه اللي تنتقبوا بالفرشاه تنعملوه لتحت، والظهر تيبقى الفوق على هذا الشكل. حنا حيت قطعنا الصابلي ديالنا صغير غنعملوا 4 ديال الدوائر، واللي دار دوائر كبر من هادو يمكن ليه يعمل غير 3. وتنعملوا الصابلي ديالنا في الشكلاط على هذا الشكل. وغنقطروا الصابلي ديالنا مزيان من الشكلاط وغنزلوه فوق البابي. منين تيطيب الصابلي ديالنا تيولي بحال مقوس اولا ملوي من الجوانب، وهاد اللويه هي اللي تنعملو الفوق، والوجه اللي تقبنا بالفرشاه تيكون لتحت. وتنحاولوا نقادو الصابلي ديالنا باش يجيو الدوائر وحده فوق وحده مقادين. تنقطروا الصابلي ديالنا مزيان من الشكلاط باش يجي مفيني وباش ما يبقاش الشكلاط خارج من الجوانب. غنكملوا الصابلي ديالنا كامل بنفس الطريقه ونعاودوا نتلاقاو. ها هو الصابلي ديالنا من بعد ما غطسناه في الشكلاط، ودابا غنزينوه من الفوق بالشكلاط الابيض.
وبقاو معنا باش نشوفوا التقديم النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال الصابلي بالكاوكاو والشكلاط ديالنا. تيجي على هذا الشكل، تيجي لذيذ بزاف ومقرمش، وتيجي الشكل ديالو رائع بزاف. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبصحه والراحه وبسلامه.